زملكاوي زملكاوي. احنا كان نفسنا نفرح. لا ده احنا كنا نسينا نتيجة ال6-1 دي. يعني احنا جبنا جول واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، ما كانش ليه لازمة ان الجون ده يخش فينا. كان في حاجة عمرنا مش عايزين نفتكرها. احنا مش عايزين نفتكر نتيجة 6-1. اهو جمهور الاهلي هيشغل لنا النهارده بيبو وبشير بيبو والجون، بيبو وبشير بيبو والجون. ما كانش ليه اي لازمة الجون اللي دخل فينا ده. احنا كنا فرحانين، احنا مش مصدقين. اللي كسب النهارده 6 ده نادي الزمالك يا جماعه. نادي الزمالك بقاله فتره ده احنا بنكسب بضربات جزاء من الحكام. النهارده نكسب 6 وفي اخر دقيقه يخش فينا جون وتبقى النتيجه 6-1. وجمهور الاهلي فكرنا بلقاء 6-1 بيبو وبشير بيبو والجون. انت حتى في الفرحه ما بنعرفش نفرح يا جماعه. مش قادرين تحافظوا على النتيجه، سايبين نتائج الدنيا كلها وجايين تكسبوا 6-1. 6-1 يعني بدل ما نفرح هيتحفل علينا رغم اللي احنا كسبانين ومفروض نفرح. النهارده بصراحه هارد لك للمقاولين. المقاولين فريق كبير ومعاهم مدرب كبير شوقي غريب، بس النهارده المقاولين فاجئ الجميع. انا ممكن اقول لك اللي ضربه الجزاء اللي حكم اداها لنا فتحت لنا الباب، خلت الزمالك يفكرنا بايام زمان. هو ده الزمالك بتاع زمان، بس هي النتيجه اللي فرقت معانا. ما كناش حابين نكسب 5-0 يا عم، نكسب 4 بس بلاش 6-1. 6-1 دي بتفكرنا بموقعة أليمة، احنا اتألمنا. اما بنفتكرها يا جماعه بنزعل، اما بنفتكرها بنتحرج لان عارفين جمهور الاهلي مش هيرحمنا. جمهور الاهلي دلوقتي على السوشيال ميديا كاتب لنا ايه؟ 6-1 دي ما بتفكركوش بحاجه، 6-1 دي ما بتفكروا. لا يا عم فاكرين، ويا ريتنا الزمالك ما كانش كسب 6. والله لو كان كسب 2-0 هنبقى فرحانين، لكن 6-1 دي لا يا رجاله. 6-1 دي لا، 6-1 دي نتيجه مؤلمه لينا عشان احنا دقنا وشربنا من نفس الكاس. اللي المقاولين شرب منه النهارده. 6-1 دي يعني نتيجتها كانت مأساة على جمهور الزمالك، لان احنا خدنا 6 ومن مين؟ من الاهلي. جمهور الاهلي النهارده كان قاعد بيتفرج، ده جمهور الاهلي قاعد يضحك اما الماتش خلص 6-1. جمهور الاهلي قاعد يضحك. طبعا الزمالك النهارده فاجئنا. مش هو احنا واخدين على الزمالك بقاله فتره ماتش اداؤه متغير مع الراجل الجديد، المدرب اللي هو الجديد. مش والنهارده بصراحه اللعيبه كانت رجاله في الملعب، وقفة رجاله، بس ما كملوش للاخر. بس بقى عندنا موقع بيراميدز، وربنا يكفيك شر بيراميدز. وبيراميدز جاي بقى ايه؟ هيشارك في دوري ابطال افريقيا وهيقابل الزمالك اللي هيلعب في الكونفدراليه. يعني احنا بالنسبه لهم فريق صغير، فربنا يسترها. والف مبروك لجمهور الزمالك العظيم اللي كان نفسه يفرح، والفرحه النهارده ما كملتش. ليه؟ عشان النتيجه طلعت 6-1. نتيجه بتألمنا احنا، بتفكرنا بذكريات ما كناش عايزين نفتكرها النهارده. الحمد لله والف مبروك لجمهور الزمالك.